السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. فيديو النهارده هو عيد ميلاد بنتي الأول وتجهيزات عيد الميلاد، والحقيقة اخواتي وماما هُم اللي عملوا العيد ميلاد بدل من السبوع، لإن كانت في ظروف صحية ما عملناش سبوع، وكنت حابة إن أنا أعوّضها بحفلة كويسة، وهُم الحقيقة قاموا بالواجب. هنقول خطوات الديكور خطوة بخطوة. أول حاجة ده جهاز نفخ البلالين. بعد كده الستاير دي ستاير زينة، في منها السادة وفي منها البرونز وفي منها ألوان كتير، ولكن أنا اخترت ألوان هادية لأن الفستان بتاعها سيمبل جدًا، والحفلة كلها عاملاها حاجة كده رقيقة وصغيرة ونعرف إن إحنا نعملها في البيت، فاخترت اللون السادة ده. تاني حاجة الرقم العيد الميلاد بالسنة اللي انتوا هتحتاجوها طبعًا، ده عيد ميلادها الأول والرقم 1. واخترت اللون الفضي علشان قريب من الألوان، ما نغيّرش الألوان، في منه بيكون دهبي وفي منه بيكون ألوان برضه. وبعد كده البلالين، جِبت 3 ألوان الأبيض والبيج واللون السيموني ده. طبعًا قبل ما بتحضّري الحفلة أو تحضّري الديكور أو الألوان، بتحاولي إن أنتِ تختاري ألوان متناسقة على أساس الفستان أو على أساس الشخصية اللي أنتِ ممكن تعمليها، لإن أنتِ ممكن تعملي الديكور على أساس شخصيات كرتونية زي ميكي ماوس، زي أنثى السنجاب، حاجات زي كده. وبعد كده الشرايط دي شرايط اسمها شريط ستان حلواني، الديكور الواحد بياخد بكرتين. وبعد كده الشمع، والستيك ده علشان خاطر التورتة نثبت بيه الفراشات هنشوفها مع بعض في التجهيزات. وده اللي هو اللي بيدي شرار كده، برضو تبع الشمع والحاجات دي. بعد كده الشريط الستان ده هو مقاسه نص سنتي، يعني أصغر مقاس في الشريطان الستان ده بنستخدمه في التزيين للبلالين، أو نفس نظام الشريط الحلواني بس هنشوف هنستخدمه أو لأ. ممكن نعمل بيه فيونكات أو نثبت بيه الحاجات لو احتاجنا. ودي كده شمعة رقم 1 للتورتة. وبعد كده الصور دي صورة بنتي، عملتها بالذكاء الاصطناعي وطبعاها. والفراشات دي بتنفع تعمليها على برامج تصميم أو بتكون جاهزة من النت، بتنزليها وبتطبعيها في أي مكتبة فيها طباعة ألوان. وبالاستيك ده بنقص الفراشات بالظبط وبنثبتها على الاستيك وبنزين بيها التورتة، وهنشوفها مع بعض خلال الفيديو. بعد كده الستاير دي أنا كنت جايباها الحقيقة مكتوب عليها رقم 1 علشان الحيطة، بس حجمها كان أصغر استخدمتها للترابيزة. والستيك ده بهابي بيرث داي، شكلها حلو جدا وصغيرة ومناسبة للأطفال، فكانت حلوة في التصوير. والفراشات دي فراشات أحجام مختلفة للديكور، وكمان ينفع تستخدمها في التورتة. الأكياس دي للتوزيعات علشان خاطر لو هتعملي توزيعات علشان الأطفال أو الكلام ده. والدبل فيس ده دواير كده صغيرة علشان نثبت البلالين في السقف. بس كده دي كل الأدوات اللي احنا هنحتاجها في الديكور أو في أي ديكور ممكن تعملوه، دي أدوات أساسية. بعد كده بنجيب كده ترابيزة بنفضي عليها كل البالونات بكل الألوان تبقى قدامك، ونجيب المنفاخ ونبدأ ان احنا ننفخ البالونات. بننفخ البالونات كل 4 في لون لوحدهم، يعني بنعمل كل لون 4 منهم. بننفخ كل بالونتين مع بعض ونربطهم مع بعض، بنخلي البالونتين يتربطوا في بعض، ما بنخليش كل بالونة تتربط لوحدها. وبنعمل كده 2 و2 وبعد كده نلفهم عكس بعض، وهنشوف مع بعض دلوقتي في الفيديو. تمام. طبعًا كلنا كنا بنساعد بعض وحضّرنا العيد ميلاد مع بعضنا في البيت، وكل طلبات وحاجات عيد الميلاد إحنا عملناها في البيت مع بعضينا. تمام. فاهمين قصدي لمّا أنا قُلت لكم 4 و4 علشان نعمل عمود طويل من البالونات، فبنحط 4 بلون وبعد كده بنربطهم مع بعض ونثبّتهم تحت بشريط الحلواني، بتلفيها كده من ال4 بالونات أو من بالونتين مش مشكلة حسب، بس إحنا كنا مثبّتينه زيادة. وبعد كده بناخد 4 كمان ونعمل عكس الاتجاه، يعني نخلي بالونة والمكان الفاضي يكون في بالونة تاني الفراغ، فاهمين؟ يعني 4 كده عكس بعض كلهم فوق بعضيهم، ولكن حجم البالونات بيكون ملفوف كده شكل بسيط علشان يدينا شكل الوردة.
كنا بنعمل صف حوالي 4 بالونات فوق بعض، وبعد كده بنغيّر حجم البالونات لحجم صغير، يعني بدل ما بننفخ البالونة كاملة بننفخ نُصّها أو ربعها علشان الشكل يكون مختلف في العمود. وطبعًا كنا بنبدِّل الألوان زي ما إحنا عاوزين، أنتِ عاوزة أي لون يكون ظاهر أكتر للشكل اللي أنتِ عاوزاه، وطبعًا بتبقي واخدة صور وبحث من النت إن أنتِ بتشوفي الأشكال علشان ترتّبي أفكارِك. وبعد كده هنا علّقنا الستاير، والحقيقة حسيت إن الستاير مش مدارية الحيطة، وكان ظاهر كده الخربشة اللي في الحيطة، فحاولت إن إحنا نداريها فطبّقنا الستارتين على بعض، ممكن في الوقت ده تزوّدوا ستارة كمان حسب حجم الحيطة اللي عندكم. وعلشان نثبّت البلالين في الحيطة بنثبّت الشريط الحلواني الأول باللزق العادي و وبعد كده نثبّت العمود بعد ما خلّصناه كامل، وبنبدأ إن إحنا نلفّه على البالونات وبنربط من الجنب، علشان خاطر تمسك العمود البالونات. بنعمل كده في نُص البالونات وبنعمل كده من فوق، تمام، وبنثبّت باقي العمود بالشكل ده، وبنبدأ إن إحنا نربطه. كنت عاوزة أقول لكم إن المنفاخ بتاع البالونات ينفع إن أنتِ تأجريه من أي مكان بيبيع أدوات الزينة أو الحاجات دي أو حاجات الديكور، بيتأجر بسعر بسيط خالص من 20 ل50 جنيه، يعني حاجة بسيطة خالص علشان تستخدميه وينجز معاكِ في الوقت. بعد كده الشريط ده هو من الورق وفيه كده شريط ستان كلمة happy birthday. برضه انتِ بتبدئي تفتحي ترتبي الكلمة كاملة الحروف بتاعتها، وبعد كده بتبدأي إن انتِ تدخليها في الشريط الستان وتتعلق عادي جدًا، تمام. إحنا علشان الشريط ما يبانش فإحنا بندخل الحرف من فوق، الشريط من فوق، وبنطلع بيه من ورا كده ندخله بحيث ان الشريط يكون من ورا والكلمة هي اللي من قدام، ما يبانش الشريط على الكلمة. كده شكله بيكون احسن. بس بارتب الكلمة كاملة، سواء بقى انت هتعمليها على صف واحد بتركبيها كلها، لو هتعمليها على صفين فبتعملي كلمة فوق وكلمتين تحت، او حسب المساحة عندك عاوزة ترتبيها ازاي. فأنتِ بتخلّي مساحة الشريط وبتجرّبي على الديكور أنتِ عاوزاها كلمة أو كلمتين وإيه الشكل الأفضل بالنسبة لِك. بعد كده معانا الفراشات، هي بتتطبق كده بتدي احساس ان هي كأنها طايرة، تمام، وبيكون معاها دبل فيس كده طويل على قد الجزء اللي في النص علشان خاطر تحطي فيه. بصراحة خلت الديكور في حتة تانية خالص، برغم ان هو لمسة بسيطة بس كان شكل الديكور تحفة جدا. انا حطيت الفراشات دي على البالونات البيضة بس، ادت وابرزت الشكل بشكل كويس جدا، واستخدمتها كمان في تجهيز التورتة. ده الدبل فيس بيكون موجود مع الفراشات نفسها، بتبدأي ان انت تثبتيها كده في الجزء اللي في النص وتثبتيها على البالونات عادي. عاوزاها مفرودة بتسيبيها زي ما هي، عاوزاها طايرة بتبدأ ان انت تطبقي الجناحات. طبعًا أدوات الديكور كلّها إحنا اشترينا بس الحاجات الأساسية، وهو بالبالونات فهو بسيط مش مكلّف، والبالونات حاجة فرحة ومناسبة للأطفال، وكمان عملنا كل الحاجات في البيت واحتفلنا وخليتها ذكرى حلوة ليها. بس باطلب منكم إن أنتم تدعوا لها إن ربنا يرزقها الصحة والعافية ويبارك لي فيها ويخليها ليا وفي حضني وتكبر واشوفها بأحسن حال إن شاء الله، ويبارك لكم في كل أولادكم يا رب العالمين. وبعد كده نشوف التورتة، هقول لكم التورتة أنا عملتها ازاي. ده كده شكل المفرش اللي أنا كنت حابة ان انا احطه على الحيطة ولكن ما نفعش. التورتة عملنا تورتة عادية جدا بكريمة وفيها لون بينك بسيط، وبعد كده الفراشات اللي انا كنت طبعاها والفراشات اللي كانت في الديكور ثبتها على ستيك مع الصورة وثبتهم على التورتة بس كده. طبعًا في البيت عملوا مجموعة حلويات واشترينا جاتوه والكلام ده، وكنا قاعدين قعدة عائلية جدًا وفرحنا جدًا وبس. أتمنى تكون فكرة الديكور وصلت ليكم وتعرفوا تعملوه بنفسكم، وكمان تفرحوا بأولادكم وتفرحوهم بحاجات حلوة وبسيطة، وادعوا لماريا بالصحة والعافية والصلاح، وقولوا لها في الكومنتات كل سنة وانتِ طيبة يا ماريا، وأشوفكم بخير فيديو جديد، مع السلامة.